السيد الرئيس حتى يكون الرأي العام على بينة وأجيب. هادو تيشبهوا الإنعاش الوطني، ياك كيشتغلوا عندنا تقريبا 1000 واحد في اتفاق مع وزارة المالية في أيام معدودة. هذا الوصمة عار لها عقود من الزمن بما فيها 14 سنة التي مضت، نحاول أن نعالجها. شكرا. الكلمة السادة المستشارين في طرف التعقيب. شكرا السيد الوزير اللي عودنا دائما الصراحة ودائما كيرد دائما العيب الماضي. اليوم نتكلم السيد الوزير، نتكلم كمغاربة بغض النظر عن المعارضة ولا الحكومة. واش كاين شي أجير تيخدم 12 يوم وتيخدم 22 يوم ويتخلص في 11 يوم؟ هذا تحايل الحكومة على هاد العمال. لا هضرنا على العرايش تيخدموا 17 يوم الشهر الاول، 17 يوم الشهر الثاني، الشهر الثالث كيخدموا 11 يوم. ارانا النموذج ديال الافران 22 يوم في الشهر الاول، 22 يوم في الشهر الثاني، و11 يوم في الشهر الثالث. نرجعوا للعرايش السيد الوزير، ما تخلصوش عام اول في شهر 10 و11 و12. هاد الناس كنعتبروهم موظفين لانهم ما تيتوقفوش على العمل. انا تنغوت اليوم وتنقول لا يتوقفون عن العمل طوال السنه. هادو ملي كيجي يديروا الرميد ما محسوب لهمش، يقولوا لهم راكم خدامين في وزاره التجهيز. لا سينيسيس ما عندهم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ما كاينش. علاش ما ندمجوهمش؟ علاش ما نرسموهمش؟ اذا ما نبقاوش نقولوا هذه 14 عام السالفه. انا الان كنهضر باسم هاد العمال. راه الان هادو في ضياع، ووعدتينا سيد الوزير بانك غتفك هاد الناس وتخلصهم وتعتبرهم كموظفين الدوله. ما تقوليش الانعاش الوطني، هادو خدامين باستمرار في وظائف مهمه في الكتابه المدير. نشوفوا هادوك الناس ديال الساكن، نشوفوا ديال بوعرفه، ديال الكاون، كلهم هما اللي تيحلوا الطرقان في الليل. وانت ناعس وكتقول انا وزير التجهيز. انت ناعس في راحه وهما كيباتوا يفكوا العزله. لي دينيجمون ملي تيوقع الثلج في افران، شكون اللي كيدوز لك لي كونفوا؟ وهما هاد الناس ما عندهمش الحق حتى في الحياة. إلى متى غتبقى الحكومة كتنصب عليهم وكتحايل عليهم؟ ومنين نهضروا يقول لك والمعارضة. راه ما كاينش معارضة هنا، هذا عمل إجرامي كتقوم به هاد الحكومة في حق هاد الشغيلة. وشكرا سيد الرئيس. شكرا. لكلمكم السيد الوزير لرد على التعقيب. أنا دائما طبيعتي أن أكون إيجابي. أعتقد أن هذه الحكومة تنعتقد استطاعت تحيد النصب والاحتيال الحقيقي. النصب والاحتيال الحقيقي هو لما كيتمارش السادة المستشارين. هذا النظام عنده عقود من الزمن، حتى ولا نظام منظومة ثقافية. الناس رسخوها، داروا لها البودرات، داروا لها العروق النصب والاحتيال، ويجوا يقولوا للحكومه كتمارسي النصب والاحتيال لا واجرام. باش نتفاهموا علاش كنتذكروا على واحد المنظومه موروثه مثلها مثل التقاعد والمقاصه والغلاء ديال الادويه اللي قاديناها، والجامعه والمنح اللي كنصايبوا فيها، والعالم القروي اللي تخلوا عليه عقود من الزمن واللي يمكن يتبكوا عليه. هذا النصب والاحتيال مورثه لعقود من الزمن. اليوم لو سالتني اشنو درنا لان هذوك ولادنا غادي نجاوبك. حنا البرلمانيين سواء كانوا في المعارضه لما كيسولوا شنو كنديروا مع واحد المعضله كنجاوبوا، ولكن لما يتحول الامر نصب والاحتيال والاجرام الذي مارسه لعقود من الزمن ما عندوش الحق يتكلم. ولذلك حنا شنو درنا؟ اولا درنا برنامج، لان اليوم كاين النظام اللي بغى يدخل الوظيفه كيولي بالامتحان. هذا النظام ديال بالامتحان الساده المستشارين ما دارتوش هذه الحكومه. حنا كنطبقوا الدستور وكنطبقوا النظام ديال الدخول للوظيفه اللي ردينا الحمد لله بالمباريات. اشنو درنا كمنظومه؟ اولا الان درنا برنامج حصيناهم بعدا باش نعرفوا الاشكالات ديالهم. ثانيا درنا السنساس. ثالثا حيدناهم من المنازل ديال واحد العدد ديال المسؤولين اللي كانوا خدامين في ديورهم ومنهم اللي كان كيمشي للحملات الانتخابيه، حيدنا هذا الشيء وحصيناهم.
رابعا اننا الان قررنا ندير لهم تكوين باش يدوزوا الامتحانات باش ينجحوا. خامسا اننا الان اقترحنا مشروع ديال يدوزوا في اطار المناوله مع شركه باش نحيدوا النصب والاحتيال والاجرام الذي وجدناه في قطاع التجهيز الشاشعه. شكرا.